المنعم كهربا هيقول تصريحه النهارده، اللي قاله النهارده، وانا يعني بأتابع تصريحات كهربا، ففوجئت ب ان هو قال التصريح ده وانا سمعته بنفسي. يعني ماليش علاقه بقى الفيديو موجود مش موجود، ماليش علاقه، لكن خلينا ده وفقا لموقع كبير، موقع في الجول، لأحسن يكون اسلام هو اللي بيضرب، اسلام صادق هو اللي بيضرب التصريح ده وبينسبه لكهربا. السؤال كان كالتالي حسب ما انا سمعته، وهو: فوز الزمالك بالكونفدرالية يمنح الأهلي حافزا للتتويج بدوري الأبطال ومواجهته في السوبر. رد كهربا كان كالتالي: عندما يتحدث معي أحد فليتحدث عن النادي الأهلي وليس عن أي نادي آخر، والذي له احترامه طبعا. بيتكلم على نادي الزمالك. الأهلي لديه مباراة هامة في نهائي دوري الأبطال، أو في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهي بطولة أكبر. طيب، امبارح أنا كنت بكلمك بعد مكالمة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك معانا هنا، كنت بكلمك عن كيفية التصريحات اللي بيطلقها اللاعبين، وان في لاعبين بتصريحاتها ممكن تلقى تقدير طبعا المتابعين، وان ما بتكونش تبحث عن الترند او تبحث عن مغازلة جماهير النادي بتاعي على حساب النادي الآخر او النادي المنافس. وذكرت لك من بينهم محمد عواد، محمد الشناوي، عبد الله السعيد، اسماء ممكن احمد فتحي، اسماء ممكن تكون يعني بتعرف تتكلم في شريف اكرامي. ده شريف اكرامي ده لوحده يعني يجي على جنب بطريقه كلامه، بحواراته، بثقافته الكبيره، واثناء حواراته الإعلامية والصحفية. وأنا سبق طبعا وكان أجريت برضو معاه حوار، بيعرف يتكلم، بيعرف يقول إيه، مليش علاقة بانتقاده لحاجة معينة، لكن بيرد بمنطقية. وعشان كده لازم يتم اختيار اللاعبين اللي هيتكلموا في مؤتمرات صحفية رسمية، يا إما يتنبه عليهم إن ما يقولوش كلام يكون ليه علاقة بإثارة الفتنة، وبعدين نتهم الإعلام بأن هو اللي بيثير الفتنة لما نيجي نتابع خبر أو نتابع تصريح زي ده. فكهربا بالمناسبة أنا بقدره جدا، وهو لاعب مميز جدا جدا يعني. لكن دائما كهربا تصريحاته لا تتناسب مع تاريخه، بمعنى ان كهربا ولا تتناسب مع امكانياته. ان كهربا حقق بطولة الشباب مع ربيع ياسين، وكنت واحد من اللي يعني بيغطوا البطولة، واللي كان بيتعامل مع الجيل ده بشكل كبير، ومع كهربا، وايضا طبعا امكانياته وقدراته الفنية مهمة ومميزة جدا. مع الزمالك عمل تأثير، في السعودية في الدوري السعودي كان ليه بصمات، مع النادي الأهلي ليه أهداف مميزة، مع منتخب مصر. لكن أزمة محمود عبد المنعم كهربا دائما في أنه يبحث عن الترند في التصريحات الخاصة به، أو بلاش الترند، عن مغازلة جماهير النادي الأهلي. غازل جماهير ناديك زي ما انت عايز، أو بمعنى أدق، خليني أكون دقيق جدا، أن كهربا يغازل دائما جماهير النادي اللي بيلعب فيه. يعني لما كان في الزمالك كان يجيد مغازلة جماهير نادي الزمالك، أنا زملكاوي، أنا مش عارف إيه الكلام ده كله، وهي أمور ممكن تمشي، اللي هو أنا محترف، فأنا بالتالي أتكلم عن مغازلة الجماهير النادي الخاصة به.
نفس الامر لما انتقل للنادي الاهلي. انا اهلاوي وانا من برضه من ناشئين النادي الاهلي، برضه كل ده جائز في التصريحات. لكن ما حدش قال لك انك انت تقول دوري الابطال اكبر ولا الكونفدراليه اكبر، لان ده في اللغه، والناس عارفه او الصحفيين عارفين ان ده بالبلدي كده اسمه تلقيح. انت قلت ان نادي الزمالك نادي كبير، قلت يا سيدي ان ما حدش يكلمك عن غير عن النادي الاهلي، ماشي هنمشيها. وان كان انت ما توجهش الناس، يعني المفروض ان انت ما توجهش الصحفي اللي بيسالك يسالك عن ايه وما يسالكش عن ايه، لانه ما سالكش عن امور شخصيه. امتى تيجي تقول له ما تكلمنيش في هذا السؤال، انا مش هرد عليه وتنفعل عليه؟ لو تحدث معك في امور خاصه بعيدا عن سياق المؤتمر الصحفي. لكن وانا سالت نجم كبير بالمناسبه اسمه الكابتن مختار، وهو له تاريخ وباع كبير في الكره المصريه، فبالتالي قال لك هو شاب. واحنا عارفين ان كهربا بالمناسبه يعني مش غير هو كشخص على غير ما يظهره في الإعلام. يعني هو كشخص محترم، لكن في نفس الوقت تصريحاته لا يجيد التصريحات اللي تليق بإمكانياته. فنصيحة الكهرباء، إذا كنت في فترة من الفترات لك خلاف مع إدارة نادي الزمالك تحديدا السابقة، بقول لك بمنتهى الوضوح، فالأمور اختلفت دلوقتي، الأمور العلاقة بقت طيبة جدا. الواد كهروب ده حراق برضه، لا حراق، واد جامد كده، انت فاهم. سيبك بقى من اختلافنا عليه كلاعب، في ناس شايفه ان هو ما فاتش النادي الاهلي في حاجه، وفي ناس شايفه لا ان هو عالمي وعمل في النادي الاهلي انجازات ماشي تمام. سيبك من مش هيتكلم في القصه دي، بس الولد ده عليه طله جامده، لا جامده اخر حاجه. يطلع بس كده يقول الكلمتين، يا ديني امي على اللي بيحصل، الدنيا تتقلب يا ابويا، تتقلب من فوقها لتحتيها. الزملكاويه يشيطوا والاهلاويه يزيطوا، والله بجد بكل امانه بصراحه، يعني مش هنحور على بعض. الاهلاويه يطلع شوف كهربا بيقول لهم ايه او بيعمل ايه، والزملكاويه كده، فاهم انت الموضوع بيمشي كده. فعلشان كده ظهور كهربا في الاعلام عامه يعني خطر كبير. انا اهلاوي، بس لا، ظهورك يا كهربا بيسبب شياط للبعض وزياط للبعض التاني. فانت ايه بقى، ريح واستريح، ريح واستريح، دفعت غرامتك والدنيا جميله، ركز بقى في الملعب شويه.